السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنحضر معكم طرطة طبقات بمكونات بسيطة، غير بيضة واحدة وبمذاق أكثر من رائع، منعشة، كتستحق التجربة. بلا ما نطول عليكم ونمشيو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله. لطبقات الكيك غنحتاجو بيضة واحدة بحرارة المطبخ، الا كان عندكم بيض صغير تقدروا ديروا جوج، كذلك 3 المعالق كبار من السكر سنيده وساشي فاني، وقبيصه ديال الملحه لتحسين الذوق، وكنطربوا الكل غير بطراب يدوي حتى كينسجموا العناصر. هنايا غنضيف شويه من نكهه الحامض، اللي ما كتعجبوش يستغنى عليها، تكتفيو غير بساشي فاني. وغنضيف كذلك 3 المعالق كبار من زيت نباتيه و3 المعالق كبار من الحليب. هاد الكيك كيجي زوين بزاف غير ب3 المعالق من الزيت والحليب والسكر سنيده، كيجي خفيف بحال الجينواز تماما. صافي كنبدا ندخل الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على قوام خفيف، وكذلك ضفت خماره واحده من فئه 8 غرام. في الاخير غنضيف معلقه ديال الخل وغنحرك الكل جيدا. وهذا هو القوام الكيك اللي حصلنا عليه، خفيف ومباشره غنصبو في مول اللي دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق، وغندخلو الفرن اللي سخنته من قبل لدرجه حراره 180 حتى كيطيب من التحت وكيطلع عاد كنشعلو عليه من الفوق يتحمر. بعد ما طاب لينا الكيك غنخليوه يبرد وندوزو نحضروا الكريمه. في كاسرونه عندي نص لتر ديال الحليب، غنضيف عليه 3 المعالق من مستحضر كريم باتيسير. ما تعمروش المعالق بزاف باش ما تجيكمش كريمه قاصحه. وكنضيف كذلك 3 المعالق من سكر سنيده، وكنحرك الكل جيدا على البارد، عاد كنحطو فوق النار. ما كنتوقفوش على التحريك حتى كيعقد الخليط. مباشره غنصب الكريمه على الكيك ديالي. كيف ما كتشوفوا الكريمه كتجي خفيفه، حاولوا انكم ما تعقدوهاش بزاف باش تجيكم كريميه وزوينه. صافي مباشره كنبدا نحط الفاكهه ديالي. انا هنايا عندي الفريز، تقدروا ديروا اي فاكهه متوفره عندكم، تقدروا ديروا البنان اولا الكيوي اللي متوفر عندكم، كتجيب اي فاكهه كتجي لذيذه. مباشره ندوزو نحضروا الطبقه الاخيره. غنحتاجوا كاس ديال الليمون، وغنضيف فلون ديال الفريز. بما انني درت الفريز، الا درتو البنان ديروا فلون ديال البنان اولا الفاني. انا هنايا غنزيد حتى شويه من فلون ديال البنان كيتواتى مع الفريز. صافي غنحرك وغنضيف 2 معالق كبار من السكر سنيده. نحط الكاسرونه ديالي على النار بالتحريك المستمر، دغيا دغيا غير تبان لكم الغليه طلعت من الجناب. صافي طفيو مباشره، صفيو الخليط، عاد خويوه من فوق الفريز. وكيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول نوزع الطبقه الاخيره بالمعلقه باش هكذا ما يتخلطوا ليش الطبقات، غير بشويه حتى كنكمل.
وكنخليها تبرد على سطح العمل تقريبا 10 دقائق حتى كتماسك، عاد كنحطها في الثلاجه تبرد تماما. هاد الكيكه كتجي اكثر من رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. طبقه الكيك كتجي خفيفه بحال الجينواز، والطبقه الثانيه عفوا كتجي كريميه كيف ما قلت لكم، غير ما تكتروش من مستحضر كريم باتيسير اولا نشا باش هكذا تجيكم طبقه كريميه. وهنايا غنقطع معكم مورسو تشوفوها كيفاش كتجي. فعلا هاد الكيكه كتستحق التجربه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وهنايا كنكون وصلنا لاخر الفيديو، وبالصحه والراحه الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.